القاعدة الأساسية اللي أنت لازم تطبقها وأنت بتجمع، أو الجملة اللي لازم تحطها حلقة في ودنك وأنت بتجمع، هي إنك ما ينفعش تجمع بي سي من غير اس اس دي. حتى لو مش بتجمع من الزيرو، جهازك لو ما فيهوش اس اس دي لازم تجيب اس اس دي. بص، حتى لو جهازك ميت احييه بإنك تركب له اس اس دي، صدقني فرق الأداء هيبهرك. تمام، هجيب اس اس دي، بس انا هنا محتار. في انواع كتير من الساتا اس اس دي، ايه الفرق بينهم؟ في كروسيل وكروشل وكينجستون وسامسونج، وفرق الاسعار بينهم احيانا فرق بسيط واحيانا فرق كبير. غير كده انا جهازي فرضا قديم، فهجيب اي اس اس دي ساتا وهيشتغل فل. بس انا لو بجمع جديد وعندي البورد فيها مداخل مختلفه لتركيب الاس اس دي غير مدخل الساتا، اعمل ايه؟ ده في اس اس دي ان في ام اي وام دوت 2 ليله كبيره قوي. طب البورد اللي انا هختارها او اللي عندي فيها مداخل ام دوت 2 ان في ام اي، هل لازم اجيب تخزين من النوعين دول ولا عادي ممكن اجيب ساتا اس اس دي؟ وايه الفرق بين الساتا الاس اس دي والام دوت 2 والان في ام اي؟ كل الاسئله دي هتعرف اجابتها لما تكمل الفيديو للاخر وتعمل لايك. اللي ما يعرفنيش، انا كمبيوترانجي او احمد وحيد، وبقدم محتوى عن عالم البي سي والتجميعات، وبعمل من المحتوى ده اتنين: يا فيديو هدفي الاساسي منه اديك معلومه تفيدك، او فيديو ترفيهي في نفس المجال. فاعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، ولو انت بتتفرج على الفيسبوك اعمل لي فولو وشير للفيديو. ما تنساش تخش على التيك توك بتاعي، هتلاقي فوق ال 50 فيديو فيهم حاجات هتفيدك. كل اللينكات تحت في اول كومنت. الاس اس دي معناها سوليد ستيت درايف، يعني وسيله التخزين بتعتمد على شبات مش اجزاء ميكانيكيه زي الهارد القديم. يعني الان في ام اي والام دوت 2 والاس اس دي العادي نفس الشيء، نفس التقنيه ونفس فكره الاعتماد على الشبات مش اجزاء ميكانيكيه، بس الاختلاف في السوكت والسرعات وفي حجم القطعه نفسها. هناخد كل وسيله تخزين فيهم واحده واحده، ابتداء من الحجم للاداء والسرعات والنقل لشكل السوكت والمزايا والعيوب. الاس اس دي العادي 2.5 انش قد حجم هارد اللابتوب، وبيعتمد على سوكت الساتا في المذر بورد. بس خد بالك، انت سهل تشتري اي اس اس دي، في انواع رخيصه جدا من الساتا اس اس دي، هيعملوا فرق في الاداء، بس في عوامل كتير لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري اي ساتا اس اس دي. الانواع الرخيصه الاقل سعرا سرعتها مش عاليه قوي، هي بالنسبه للهارد العادي عاليه، بس بالنسبه لبقيه الانواع فهي من ابطا انواع الساتا الاس اس دي. سرعات الساتا اس اس دي في القرايه والكتابه بتبدا من قرب 300 ميجا وبتوصل ل 600 ميجا، ودي اقصى سرعه بيوصل لها، ومفيش ساتا اس اس دي يقدر يوصل لسرعات اعلى من كده، وده بسبب انه محكوم باستخدام مداخل الساتا في المذر بورد، واللي اعلى فيرجن منها اللي هي الساتا 3 اخرها في السرعات 600 ميجا بايت في الثانيه. بس في اس اس ديز قريبين من بعض في المساحه ومن براندات مختلفه، بس في فرق في السعر شاسع بينهم، وده بسبب حاجات كتير. نوع الشريحه اللي الاس اس دي ده معتمد عليها، هاينكس، تي ال سي، سامسونج، في شرايح كتير وكل نوع ليه مميزات وعيوب، في افضل نوع وفي نوع مش قد كده. والعامل الزياده اللي بيأثر في سعر الاس اس دي هو العمر الافتراضي. الاس اس دي مش زي الهاردات العاديه بتعيش بعشرات السنين، هم بيعيشوا بعشرات السنين فعلا، بس مش بنفس الكفاءه، بس بيعيشوا. الاس اس دي بقى عمره الافتراضي اقل من الهارد العادي، والعمر الافتراضي بيتحدد بالبراند زي طريقه التعامل واستخدام الاس اس دي ده. الاس اس دي مش مخصص للكتابه الكتير، يعني ما ينفعش تستخدمه في نقل ملفات ومسح ملفات بشكل مكثف، لان ده بيقلل العمر الافتراضي الخاص بيه. هو اساسا بيفضل انه يستخدم للنظام بس عشان كده، لان الويندوز بيقرا ملفات مش بيزود ولا بينقل ملفات بشكل كبير ويحط ملفات السيف بتاعه الالعاب، ودول مساحتهم لا تتعدى ال 5 ميجا. نروح بقى للام دوت 2. في انواع في الام دوت 2 برضو بتعتمد على مداخل الساتا في البورد، وسرعتها نفس سرعات الساتا الاس اس دي ال 2.5 انش 600 ميجا بايت في الثانيه، بس الميزه فيها حجمها صغير كسمك وعرض، وبتركب على المذر بورد مباشره، مفيش اي سلوك خارجه منها، فشكلها هيظبط معاك الكيبل مانجمنت، وممكن تخفيها بالهيت سينك الخاص بيها او الخاص بالبورد، فدي تعتبر ميزه جماليه في الشكل مش اكتر. بس في اغلب الام دوت 2 حاليا بقى بيستخدم سوكت من نوع ان في ام اي، والميزه في السوكت ده انه بيعتمد اعتماد كلي على مداخل وخطوط البي سي اي اي اكسبريس، فيقدر يديك سرعات قراءه وكتابه اعلى من الاس اس دي اللي بيعتمد على مداخل الساتا سواء الام دوت 2 او العادي. بس وانت بتختاره لازم تعرف هو بيدعم بي سي اي اكسبريس جين كام، جيل كام، جين 3 ولا جين 4، لان ببساطه انت لو ركبت ام دوت 2 بيعتمد على مداخل بي سي اي اكسبريس جين 4 على بورد ما بتدعمش غير البي سي اي اكسبريس جين 3، فانت كده بتحرم نفسك من استخدام السرعات العاليه الخاصه بيه. فوانت بتختاره او قبل ما تختاره اعرف البورد بتاعتك بتدعم جيل كام، وهات الام دوت 2 نفس الجيل عشان تستفاد بيه بشكل كامل. سرعات الام دوت 2 اللي ان في ام اي بتبدا من 3500 ميجا بايت في الثانيه، ودي سرعه ام دوت 2 بيدعم بي سي اي اكسبريس جين 3 اكس 4، ودي اقل سرعه بيوصل لها. اعلى سرعه ممكن يوصل لها 7000 ميجا بايت في الثانيه، وده مع دعم البي سي اي اكسبريس
جين 4 اكس 4. انت متخيل السرعات؟ تمام. ايه وجه الاختلاف بين الام دوت 2 اللي بيعتمد على مداخل الساتا واللي بيعتمد على الان في ام اي غير السرعات الرهيبه دي؟ السوكت في الساتا بيبقى فيه 2 نوتش او قطع كده في السوكت، اما في الان في ام اي هي نوتش واحده بس. بالنسبه للشكل فهو واحد، نفس الفكره بتاعت انه بيركب على البورد، وحلاوته بتكمن في انك تقدر تخفيه بالهيت سينك الخاصه بيه او الخاصه بالبورد، والموضوع ده عاجبني جدا بصراحه. واسعار انواع الاس اس دي سواء العادي او الام دوت 2 ساتا ولا الان في ام اي تعتبر معقوله قصاد المميزات اللي انت بتاخدها منه. حتى اقل الانواع بتقدر تديك اداء وسرعات خرافيه مقارنه بسرعات الهاردات العاديه. انت عندك الساتا اس اس دي اقل نوع منه اللي هو الهيك فيجن سي 100 ال 120 جيجا تقريبا ب 400 جنيه، وده سرعته توصل لقرب ال 500 ميجا بايت في الثانيه قراءه و470 ميجا بايت في الثانيه كتابه. اما الام دوت 2 الان في ام اي واللي اقل نوع منه اللي هو الباترويد بي 300 256 جيجا، سرعته بتوصل لقرب ال 1730 ميجا بايت في الثانيه قراءه و1540 ميجا بايت في الثانيه كتابه، وسعره في حدود ال 800 جنيه. طب ليه ما جبتش سيره الام دوت 2 ساتا؟ عشان اللي يخليك تجيب ام دوت 2 يبقى تجيب ام دوت 2 ان في ام اي افضل. ما تنسانيش من طبعا لايك للفيديو واشتراك في القناه، عشان فعلا الواحد بيتعب عشان يعمل محتوى يفيد بيه غيره. فتقديرك البسيط ده وكومنت حلو منك بيهون علينا التعب ده كله. هتلاقي في اول كومنت تحت لينكات لكل اكونتاتي تيك توك انستجرام فيسبوك لو حابب تابعني عليه. واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب، وفولو الكمبيوترانجي.